حياكم الله اخواني الاعزاء. عندنا مرة من العوائل الفقيرة من قضاء عفك مصابة بسرطان الثدي. قبل فترة ما عندها مراجعة للدكتور تروح تراجع، فاعل خير تبرع لنا ب150 واخذناها للدكتور الله يوفقه. هسه هي جات تعالج وتاخذ علاج للسرطان بفضل هذا الانسان الطيب، الله يرزقه ويحفظه بحق محمد وآل محمد، الله يوفقه على موقف الانسان المشرف. هذا الورم السرطان الدكتور قالها ما يروح بالعلاج، هذا لازم عملية، والعملية تكلف 400,000، يعني وي الكراوي وي العلاج يصير 500. واخوت النشام نريد الفزعة للغيرة، يعني عندها 4 أطفال وقاعدين بالإيجار، احنا كل شهر ندفع لهم الإيجار 150 نلمه من أهل ولايتنا ونسدد لهم إيجار. ما عندهم معين، بس أمهم هي اللي وحيدة لهم وخادمتهم ومتكفلة بيهم، معين ما عندهم. كل اللي يملكونه راتب معين 120 وراهنين البطاقة مشترين بها غراض ومرهونة البطاقة، يعني هسه ما عندهم لا راتب ولا كل شيء. أخوت النشامة أهل الغيرة خلي نلم 500، كل واحد 10، كل واحد 25، اعتبرها دفعة بلاء عنك وعن عائلتك، عن محلك، عن باب رزقك، عن أطفالك، بثواب أمه بثواب أبوه اللي يريد يتبرع. رحم الله والديكم. إن شاء الله ننهين ونسوي العملية لهاي المرة بجهودكم يا أهل الغيرة.